لو الاي شادو بيطلع معك مطبع مثل هيك وماله مدموج منيح وما بيطلع معك تدرجات ألوان، فتابعي هذا الفيديو للأخير لحتى تعرفي طريقة الدمج الصحيحة. أول شي لحتى نوحد لون الجفن ونظهر لون الاي شادو لازم نحط كونسيلر. طبعا بتوزع الكونسيلر على كامل الجفن، بعدين بتدمجيه ببيوتي بلندر. ويا صبايا، أهم نقطة هو إنه تثبتي الكونسيلر بباودر، لأنه إذا ما ثبتي وفورا حطيتي الآي شادو فالآي شادو رح يطبع معك وما رح يندمج معك. بنبلش هلأ بالاي شادو. طبعا رح تجيبي فرشاية مفروشة والشعرات تبعتها يكونوا طبيعي مو بلاستيكية. تبعية الدمج ضروري تكون الشعر تبعية الفرشاية يكون طبيعي ماله بلاستيكي مشان يندمج معك منيح. حطينا اللون الانتقالي. طبعا اللون الانتقالي رح يكون أكشف لون من اللون اللي رح تعمليه، يعني اللوك اللي رح تعمليه أكشف درجة بتختاريه وتحطي اللون الانتقالي. الفرشاي، طريقة الفرشاي كتير مهمة بالدمج. لما بتمسكي الفرشاي مثل ما لاحظتوا بطرف الفرشاي وبإيد خفيفة كتير، ممنوع تمسكيها من تحت وتشدي على ايدك وتضغطي، لأنه هذا الشي بخلي الاي شادو يطبع معك فما رح يندمج. فضروري تمسكيها بطرف الفرشاي وتدمجي. الدمج بيكون يا حركات دائرية يا رايحة جاي مثل ما أنا عم بعمل هلأ. ولاحظوا صبايا، أنا كل ما بشيل آي شادو بالفرشة بنفضه، فضروري تنفضيها مشان ما تشيلي برودكت زيادة على الفرشاي ويطبع معك على الجفن. هلا لحتى يصير معك تدرجات ألوان لازم كل ما بدك تختاري اللون الأغمق تصغري الفرشاي. يعني حطيتي اللون الانتقالي فوق، بدك تحطي اللون الأغمق فبتجيبي فرشاي أصغر، اللون بتحطيه طبطبة. شايفة مثل ما أنا بعمل هلأ، باخد لون بحطه طبطبة، ما بتدمجي بالبداية. هلا نحن عم نركز اللون، بتحطي اللون طبطبة مثل الفيديو وبعدين بندمج أطرافه. شايفين يا صبايا؟ جبت فرشاي أكبر بشوي وصرت أدمج أطرافه. طبعا بنفس المكان، ما بتطلعي لفوق لحتى يصير معك تدرجات ألوان مشان ما يختلطوا الألوان في بعضها، فبنفس المكان اللي حطيتيه بس بتدمجي الأطراف بهي الطريقة، حركات دائرية أو بتضلي رايحة جاي بإيد خفيفة طبعا. لاحظوا هلا اللون الأغمق منه جبت فرشاي أصغر منه، شايفين؟ طبطبة، عم بحط اللون طبطبة لحتى نركز اللون بالبداية بعدين بندمجه. أنا هون غيرت الفرشاي، جبت غير فرشاي بس ما بتفرق، المهم تكون أصغر من اللي قبله لحتى يعطي تدرجات ألوان. شايفين؟ جبت غير فرشة أنا، طبطبة بهالشكل. طبعا في بلد تانية جنبي هنيك لون أغمق عم بحط منها بس ما لا طالع بالكاميرا. حاليا كل هاد أنا بس عم بركز اللون. طبعا الشغل على السيليكون أصعب بكتير من جلد الإنسان. اللون صعب يظهر عليه مثل جلد الإنسان، لهيك تلاقوني كتير عم بحط اللون وبعيد كذا مرة لحتى يظهر. شايفين؟ جبت فرشة أكبر بشوي ودمجت الأطراف. الفرشاية اللي حطيت اللون اللي قبله بتتذكروه، هاي نفسها جبتها ودمجت الأطراف. شايفين؟ طبعا كل ما حسيتوا اللون خفيف بدكن تتقلوا عادي ما في أي مشكلة، بتحطوا وبتدمجوا الأطراف. وآخر شي بتجيبوا الفرشاي اللي استعملتوها للون الانتقالي وبتدمجوا أطراف اللوك كامل. شايفين؟ أنا هلا برجع بزيد اللون لأني حسيته ماله قوي. ها هاي عم بدمج الأطراف. الطريقة كتير سهلة، بس إيدك بدها تكون خفيفة على الفرشاي وتصغري الفرشاي. كل ما اخترتي اللون الأغمق تصغري حجم الفرشاي
وبتحطي اللون وتدمجي أطرافه، وأهم شي مشان ما يكون ظاهر، يكون له حدود ظاهرة يعني. شفتوا جبت أنا هاي الفرشاية تبعت الدمج اللي استعملتها أول شي، عبدمج كامل اللوك، الأطراف كلها، مشان كله يدخل في بعضه، ما يضل في حدود أبدا يعني. وبس هيك، الطريقة كتير بسيطة وسهلة. شايفين الفرق بين عين اليمين وعين اليسار؟ لا تنسيني باللايك والمتابعة وإعادة النشر. يلا باي.